حوار قوي بين امرأة متشككة والشيخ زين خير الله عن حديث للرسول. ما نفعش معه. هنا ننتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي واضربهن. السؤال هنا كيفية الضرب، هذا كيف؟ نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشارحة، وكذلك تفسير الصحابة. طبعا بعض المتزوجين اليوم الذين يضربون أول فعل يفعله ضرب على الوجه، فنقول له ستوب، ارتكبت محرما وإثما عظيما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه بصفة عامة. الوجه مكرم، تمام، منهي عن ذلك. طيب الضرب المؤلم المهين ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب المبرح. وأنت حين جئت بالحديث الآخر لما جاءت النساء تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسألة الضرب وكذا، وقال الذين يضربون ليسوا بخياركم، المقصود به هنا أن جاءت حالات الشكوى ضرب المبرح والمؤذي، فلذلك نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما المقصود بالضرب هنا؟ نرجع إلى تفسير الصحابة الذين نزل القرآن الكريم بين ظهرانيهم. وعلى سبيل المثال تفسير الصحابي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، شرح الضرب هنا بالمسواك. الضرب بالمسواك، ومش شرط المسواك، سواء المسواك أو ما يشابه المسواك، لأن القصد ليس الإيذاء، القصد هو التذكير وأنك تجاوزت حدودك. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ليش أنا طيب جبت تفسير ابن عباس؟ لأن تفسير ابن عباس مزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني تفسير ابن عباس مزكى بدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه ما يلقب بترجمان القرآن، يعني أفضل من فسر القرآن الكريم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يلقب بترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. فبالتالي الذي يتضح أن الضرب هنا ليس فيه أي إهانة، يعني المسواك لا يؤذي قطة، ولكن المقصود به هو التنبيه والتحذير أن ما تفعلينه معي خطأ وسيء، وأنك يعني